مرحبا بكم في قناة مستر دوم. اشترك بالقناة لمتابعة كل ما هو جديد. بيبدأ المسلسل براجل هادي ومتماسك وهو داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي، وبيقول للموظفة ان هو عاوز يقابل المحقق كوبر، وبيسلمها بطاقة هويته علشان تتأكد من بياناته، وبيبدأ يخلع البلطو والطاقية وبيحطهم على شنطته، وبيكون واضح ان هو مستعد للخطوة الجاية. وفي اللحظة دي بيتم التعرف على هويته، وبيتضح ان هو اسمه ريد، وبنكتشف ان هو من اخطر الهاربين اللي بيدور عليهم مكتب التحقيقات الفيدرالي. وهنا بتضغط الموظفة على زرار الانذار بسرعة، وفي خلال ثواني بيظهر عدد كبير من الجنود المسلحين وبيحاصروا ريد. وبعد شوية وقت بيوصل المحقق كوبر ومعاه ريس المساعد بتاعه، وبنعرف وقتها ان ريد كان ضابط في القوات البحرية ولكن اختفى فجأة من كام سنة فاتوا، وفي خلال المدة دي بقى شخصية مشهورة في عالم الجريمة، وده لانه كان بيساعد المجرمين والمنظمات الارهابية في العالم كله وبيديهم معلومات مهمة جدا. وعلشان كده ال FBI بيزرعوا شريحة تتبع في جسم ريد علشان يراقبوا تحركاته. والمشكلة ان محدش قادر يفهم ليه ريد قرر يسلم نفسه. فبيتكلم ريد اخيرا وبيقول لهم ان هو عارف ان عندهم اسئلة كتير، ومن غير ما يستنى رد منهم بيبدأ يتكلم عن 3 جرائم حصلوا خلال السنين اللي فاتت. ومع ان الجرائم دي بيبان ان هي مش مرتبطة ببعض، الا ان ريد بيقول ان كل الجرائم دي من تنفيذ نفس الشخص، والشخص ده اسمه رانو. ووقتها عملاء ال FBI بيفحصوا السجلات، وبيبان ان رانو ارهابي خطير وتم الاعلان عن وفاته رسميا سنة 2001. ولكن ريد بيصمم ان كل ده كذب وان رانو لسه عايش. فهنا كوبر بيؤمر بعمل تحقيق في الموضوع، وساعتها تسجيلات المراقبة بتكشف ان رانو دخل البلد بهوية مزيفة. وفي اللحظة دي ريد بيقول لهم ان هو يقدر يساعدهم في القبض على رانو، ولكن بشرط واحد ان هو يتكلم مع المحققة ليزا. وبنروح لليزا اللي بتصحى من النوم وبتجهز نفسها علشان تروح الشغل، وبنعرف ان ده اول يوم لليزا في مكتب ال FBI. ولكن وهي خارجة من بيتها بتظهر طيارة هليكوبتر عسكرية فوق البيت، وقبل ما هي وتوم جوزها يفهموا ايه اللي بيحصل بيوصلوا عملاء ال FBI وبيطلبوا من ليزا ان هي تيجي معاهم. وهناك كوبر بيقابلها بنفسه وبيعرفها ان ريد طلب يقابلها، وبيقول لها كوبر ان هو مستغرب من طلبه ده، وده لان هم فحصوا ملفها وعرفوا ان هي ملهاش اي علاقة بيه نهائي. والموضوع ده زود حيرة كوبر، وطبعا بيزود حيرة ليزا نفسها هي كمان. والطريقة الوحيدة علشان يلاقوا اجابات للاسئلة اللي في دماغهم هي انهم يواجهوا ريد. واول ما ريد بيشوف ليزا بيبتسم لها وكأن هو يعرفها من زمان، ومن غير اي مقدمات بيقول لها ان رانو هيخطف بنت جنرال في الجيش اسمه رايكر، وان العملية دي هتحصل كمان ساعة بالظبط. وطبعا ليزا وزمايلها في ال FBI بيفتكروا ان هو بيكذب، ولكن ريد بيتجاهل كل سخافاتهم وبيبدأ يرمي كلام عن ماضي ليزا وكمان عن طفولتها الصعبة، وازاي ابوها هرب وسابها وهي لسه طفلة، وبعدها امها موتت نفسها. وهنا ليزا بتتصدم وبتروح تواجه كوبر، وبتفتكر ان المكتب هو اللي سرب معلومات لريد. ولكن كوبر بينكر الكلام ده تماما، وبيقول لها ان ما عندهمش وقت ولازم ينقذوا البنت الصغيرة. وبيروحوا كلهم للبنت وهي في تمرين الرقص، وهناك ليزا بتاخد البنت في موكب حراسة مشددة وبتخرج من المكان بسرعة. ولكن اثناء ما بيكونوا في طريقهم بيلاقوه مسدود، والعمال بيبلغوهم ان في حادثة حصلت، فبيضطروا يغيروا الطريق. وفجأة بتظهر شاحنة وبتخبط العربية اللي فيها البنت، وبيبدأ هجوم عنيف على فريق ال FBI وبيتصفى عدد كبير منهم. اما ليزا فبتحاول تنقذ البنت، ولكن بتلاقي نفسها محاصرة من المجرمين، فبتضطر تسلمهم البنت علشان تنقذ حياتها. وبعدها المجرمين بيهربوا بالقوارب وبيفجروا المكان كله. ولما ريد بيعرف بفشل العملية بيبدأ يتريق على خيبة ال FBI وبيقول لهم ان هو عنده معلومات تانية عن رانو، ولكن بشرط ان ليزا هي اللي تحقق معاه. واثناء ما هم قاعدين ريد بيبلغ ليزا ان رانو عاوز ينتقم من جنرال رايكر، وده لان رايكر كان السبب في
بموت عيلته من زمان، ده غير ان رانو معاه فيروس قاتل وناوي يفجر قنبلة في واشنطن. ووقتها ريد بيعرض عليهم يدلهم على صنع القنابل في مقابل ان هو يقعد في فندق فخم، ووقتها الاف بي اي بيوافقوا على عرض ريد وبيقدروا يمسكوا صنع القنابل، ولكن بيكتشفوا ان القنبلة لسه ما اكتملتش، وده معناه ان رانو لسه بيخطط للجريمة. وفي الليلة دي ليزا بترجع بيتها وبتلاقي جوزها توم مربوط ومتعذب، وفجأة رانو بيظهر قدامها وبيحقق معاها وبيكون عاوز يعرف الاف بي اي وصلوا لايه، ولكن ليزا بتقول له ان هي ما تعرفش حاجة. فبيصدمها رانو وبيقول لها ان ريد غلط لما قال له ان هي هتساعده، وبعدها بيطعن توم بالسكينة وبيهرب. فبتنهار ليزا وبتروح للفندق بسرعة، وهناك بتتهم ريد ان هو اللي زق رانو على جوزها، ولكن ريد بيقول لها ان توم مخبى عليها حاجات كتير. وساعتها ليزا بتفقد اعصابها وبتغرز القلم في رقبة ريد من شدة غضبها. وتاني يوم ليزا بتروح المستشفى وبتتصدم لما بتلاقي ريد هرب. وفي نفس الوقت ريد بيقابل رانو في مكان عام، وبيظهر ان رانو كان مديون لريد بخدمة، وعلشان كده نفذ طلبه وطعن توم جوز ليزا، ولكن لسه الدفع الحقيقي الريد مش مفهوم. وساعتها ريد بيكون رافض ان رانو يستخدم بنت الجنرال كأداة للتفجير، ولكن رانو بيرفض وبيقول له ان رايكر دمر اهله. ولما عملاء الاف بي اي بيقربوا من مكان ريد بيساعد رانو علشان يهرب، وبيكلم ليزا وبيحذرها وبيقول لها ان الانفجار هيحصل في مكان للاطفال، وبيطلب منها تفتكر كل كلمة قالها رانو في بيتها. وفجأة ليزا بتفتكر ختم كان موجود على ايد رانو، ونفس الختم ده موجود على باب حديقة الحيوان، فبتجري على هناك بسرعة. ووقتها بتلاقي البنت متربطة بالمتفجرات وفاضل اقل من دقيقتين وتنفجر. وهنا ريد بيكلم ليزا وبيحذرها من ان هي تلمس القنبلة، وبيأكد لها ان في حد من طرفه جاي في الطريق علشان يفكك القنبلة. وفي نفس الوقت ده ريز بيمشي ورا اشارة التتبع، وبيتصدم لما بيلاقي رانو بدل ما يلاقي ريد. واول ما رانو بيطلع حاجة من جيبه ريز بيخلص عليه، وبيكتشف بعدها ان رانو كان معاه جهاز التتبع بتاع ريد، وغالبا ريد استخدم رانو كطعم علشان يخدع الاف بي اي. وفي الوقت ده بيوصل خبير القنابل اللي ريد مأجره، وبينجح في انه يعطل القنبلة قبل ما تنفجر، وبعدها بيكون عاوز ياخد القنبلة معاه لكن ليزا بترفض. وفي اللحظة دي ريد بيوصل وبيوضح لها ان القنبلة دي هي حساب الخبير، وده مقابل الخدمة اللي قدمها لهم. وبعد شوية وقت عملاء الاف بي اي بيوصلوا، وريد بيرفع ايديه وبيسلم نفسه بكل هدوء. وفي المكتب ريد بيكشف للاف بي اي ان هو معاه القايمة السوداء، والقايمة دي بيكون فيها اسامي اخطر المجرمين في العالم، وبيعرض ريد عليهم ان هو يساعدهم يقبضوا على المجرمين دول واحد ورا التاني. وعلشان يثبت حسن نيته بيوافق ان هم يزرعوا له شريحة تتبع في رقبته، ولكن في المقابل بيطلب ان هو يشكل فريق امني خاص بيه هو شخصيا. والاهم من كل ده هو انه ما يتكلمش مع حد غير ليزا. وبعدها ليزا بترجع البيت وبتغير السجاد، وبتلاقي بالصدفة فتحة سرية تحت الارض، ولما بتفتحها بتتصدم لانها بتلاقي فلوس كتير ومسدس وجوازات سفر مزورة، وكل الحاجات دي تخص توم جوزها. وهنا ليزا بتقف مذهولة وبتسأل نفسها لو ريد كان عنده حق في كلامه عن توم. وفي الوقت ده ريد بيبلغ الاف بي اي بمعلومة خطيرة، وبيقول ان في هجوم ارهابي هيحصل النهاردة الساعة 11، وان هو عارف الميعاد بس مش عارف الطريقة. فساعتها عملاء الاف بي اي بيدوروا ورا الموضوع ولكن من غير فايدة، وفجأة بيلاقوا قطر ركاب بيخرج عن مساره، وبيموت في الحادثة دي اكتر من 60 بني ادم. ووقتها كوبر بيتعصب وبيروح يواجه ريد، ولكن ريد بيقول له ان الضحايا دول ذنبهم في رقبته هو ورؤسائه لانهم رفضوا يسمعوا كلامه. وهنا الاف بي اي بيقرروا ان هم يوافقوا على شروط ريد ويتعاونوا معاه. وطبعا ريد بيشترط ان هو مش هيتكلم غير مع ليزا. واول ما ليزا بتوصل بتواجه ريد باللي هي لقيته في البيت، وبتتهمه ان هو اللي مرتب كل ده علشان يخليها تشك في جوزها. فبيتهرب ريد من السؤال وبينصحها ان هي تدور ورا جوزها لحد ما تتأكد. وبعدها بيقول لها ان الحادثة اللي حصلت دي من تدبير قاتل محترف، وبيسموه في عالم الجريمة القاتل المستقل، ومحدش يعرف اسمه الحقيقي. والمجرم ده بيجهز لعملية تانية قريب، والهدف اللي جاي هي واحدة صاحبة جمعية خيرية اسمها فاولر. فبيروحوا يحذروا فاولر، ولكنها بتبان قوية ومش خايفة، وبترفض كمان حمايتهم، ولأن الجمعية بتاعتها مشهورة بإنقاذ البنات
البنات من الاتجار بالبشر، فده عامل لها عداوات كتير مع العصابات الاجرامية. وعملاء ال FBI بيحسوا ان القاتل المستقل ده هيموتها في الحفلة، لانها بتكون هتعمل حفلة خيرية قريب. وهنا ريد بيستغل الموقف وبيطلب حصانة كاملة مقابل مساعدتهم. ولما وزارة العدل بتوافق على طلبه ال FBI بيركبوا ريد شريحة تتبع في رقبته، وبيمضي ريد على اتفاقية بتمسح تاريخه الإجرامي كله. وبعدها بيرجع لفريق التحقيق بتاعه واللي بيتكون من ديمبي ولولي وميرا. وبعدها في الحفلة ليزا بتلاحظ ان فاولر جالها خبر وحش، وبتبدأ فاولر تشرب كتير علشان تداري على توترها قدام الناس في الحفلة. وفجأة ريد بيلمح النادل وبيعرف ان هو واحد من العصابة، وبتبدأ مطاردة بينهم لحد ما بيقبضوا على الراجل ده. ولما بيحققوا معاه بيقول لهم ان ريد هو اللي مأجره علشان يقتل فاولر. فوقتها ريس بيبلغ ليزا ان ريد خدعهم، وفي نفس الوقت ريد بيروح لفاولر في اوضتها، وبيظهر ان هم عارفين بعض من زمان. وبنعرف هنا ان فاولر تبقى زعيمة الاكبر شبكة اتجار بالبشر في العالم. ووقتها ليزا بتدخل عليهم، واول ما فاولر بتشوف ليزا بتمثل ان ريد عاوز يقتلها، ولكن ريد بيقول لها ان هو عمل كده فعلا، وبيعرفها ان هي شربت سم في المشروب بتاعها. ومع الوقت السم بيبدأ يشتغل في جسم فاولر، وساعتها ريد بيساومها وبيقول لها تعترف في مقابل ان هو يديها الترياق. فبتعترف فاولر بكل جرائمها في الاتجار بالبشر. ورغم ان الاعتراف ده ملوش قيمة قانونية لانه تم تحت التهديد، ولكن ليزا بتقابل ريد تاني يوم وبتقول له ان ال FBI لقوا ادلة كتير ضد فاولر. وتاني يوم في الحي الصيني بيظهر مجموعة من المجرمين وبيهجموا على واحد راكب عربيته، وبعدها بيسرقوا اللابتوب بتاعه. والمبرمجين اللي تبع العصابة بيفشلوا في انهم يفكوا تشفير اللابتوب، فبيضطروا ان هم يطلبوا مساعدة ريد. ووقتها ريد بيوافق وبيرتب مع ليزا وال FBI فخ للقبض على زعيم المجرمين دول اللي بيكون اسمه يونج. وبيقدروا ساعتها يفكوا تشفير اللابتوب، وبيكتشفوا ان الهدف هو عميل سري اسمه هنري. ولما يونج بيعرف باللي حصل بيتحرك بسرعة، وبيحاول ان هو ورجالته يوصلوا لهنري قبل ال FBI. ولكن ميرا بتوصل في اخر لحظة وبتنقذ هنري وابنه. وبعدها رجالة ال FBI بيحاصروا يونج وبيقبضوا عليه. وفي الوقت ده بيتسلل مجموعة من الأشخاص لبيت ليزا، وبيركبوا كاميرات وأجهزة تنصت في كل حتة في البيت. أما ليزا فبتكون لسه شاكة في جوزها توم، فبتاخد طلقة من مسدسه وبتوديها المعمل الجنائي. وبعد ما ليزا بتوصل لآخر قدرتها على التحمل بتقول لريد إن هي هتستقيل، وده لو ما قالهاش سر اهتمامه بيها. فبيقول لها ريد إن السبب هو أبوها اللي اتبناها بعد موت أهلها، وبيوعدها إن هي هتعرف كل حاجة في يوم من الأيام. وفي اليوم اللي بعده بتظهر نتائج تحليل الرصاصة اللي قدمتها ليزا، وبيتضح ان بصمة الرصاصة دي مرتبطة بقضية تجسس كبيرة، ولكن ليزا ملهاش صلاحية تعرف عنها حاجة. وفي الليلة دي ليزا بترجع البيت وبتلاقي اصحابها واهلها بيحتفلوا بخروج توم المستشفى، ولكن ليزا ما بتكونش حاسة باي فرحة زيهم. وكل ده بيحصل من غير ما تعرف ان حركتها كلها متراقبة من منظمة غامضة. وتاني يوم بيدخل راجل اسمه الحانوتي لأوضته في الفندق، وبيقلع الباروكة وبيحلق شعر جسمه كله، وبعدها بيستخدم مواد كيميائية وبيحطها على جسمه، وبيغطي الأوضة كلها بالبلاستيك وما بيسيبش غير البانيو مكشوف. وفي نفس اليوم ده بتبدأ محاكمة واحد اسمه لوركا، واللوركا ده تاجر ممنوعات وزعيم عصابة كبيرة. وهنا ريد بيحذر ليزا ان لوركا تواصل معاه وطلب منه هوية جديدة للهروب. وأثناء المحاكمة بنعرف ان لوركا متورط في قتل اكتر من 100 شخص، ولكن مفيش ولا جثة منهم اتوجدت، ومفيش غير شاهد واحد بس على الجريمة، والشاهد ده هو الامل الوحيد علشان يسجنوا لوركا. وفجأة واحد من هيئة المحلفين بتجيله نوبة قلبية والمحاكمة بتقف، وساعتها ليزا وزمايلها بيخرجوا الشاهد وبيسلموه للامن. وبعدها ليزا بتعرف ان عضو هيئة المحلفين اتسمم، وبتعرف كمان ان هي سلمت الشاهد للعصابة بنفسها. وده لما بتكتشف ان افراد الامن الاصليين
الفضائيين ماتوا والشاهد اختفى ومفيش اي اثر ليه. فبتتصل ليزا بريد وبتحكي له اللي حصل، فبيقول لها ترجع بيتها لان هو متأكد ان الشاهد مات خلاص، وبكده القضية اتقفلت. وفي الوقت ده رجالة لوركا بيكونوا خلصوا على الشاهد فعلا وبيسلموا جثته للحنوتي، وساعتها الحنوتي بيتخلص من الجثة فورا. وبعدها بيحاولوا رجالة FBI يستجوبوا لوركا ولكنه بيرفض يتكلم، فبيقرروا ان هم ينقلوه لوكالة الامن القومي. ولكن الموكب بيتعرض لهجوم عنيف جدا، واثناء ضرب النار لوركا بيهرب ورجالته بيخطفوا ليزا. فبيتصدم ريد لما بيعرف ان ليزا اتخطفت وبيقرر يتعامل مع الموضوع بنفسه، فبيروح مع ريس للمطعم اللي مستخبي فيه لوركا. وهناك ريد بيعرض على لوركا ورق مزور وخطة للهروب بره البلد، وده في مقابل ان هو يسلمهم ليزا. فبيوافق لوركا وبيقول لهم ان هي مع الحنوتي. وفي الوقت ده ليزا بتكون محبوسة عند الحنوتي واللي بيحقنها بمادة مهدئة علشان يموتها بطريقته الخاصة. ولكن ريد بيظهر في الوقت المناسب وبيضرب الحنوتي وبيغمى عليه. واول ما ريد بيشوف ليزا مصابة بينفجر من الغضب وبيمسك الحنوتي وبيرميه في الخزان اللي كان مجهزه علشان يموت ليزا. ولما ريس وفريقه بيوصلوا بتكون جثة الحنوتي اتحللت وملهاش اي اثر، وبيلاحظوا ان الغرفة مليانة بأدلة كتير على جرائم الحنوتي. وساعتها ريد بيبص في ألبوم الصور وبيختار صورة بنت صغيرة وبيحتفظ بيها. وبالصور والأدلة دي رجالة FBI بيقدروا يسجنوا لوركا. وفي الليلة دي ليزا ما بتقدرش تسكت وبتواجه توم بشكوكها وبتسأله لو كان ليه علاقة بأي منظمة إجرامية. وفجأة توم بيمسك ليزا من رقبتها، وفي اللحظة دي بتصحى ليزا من النوم وبيظهر ان هي كانت بتحلم. وبعدها بتروح الشغل وهناك بيوصل لها طرد بيكون فيه معلومات عن توم، والمعلومات دي بتثبت ان توم بيشتغل لحساب منظمة معينة. فبتروح لريد وهي منهارة وبتسأله لو توم بيشتغل جاسوس فعلا، فبيطلب منها ريد تروح البيت وتواجه توم بنفسها. فبتسمع ليزا كلامه وبترجع على البيت، ووقتها توم بيكون قاعد مستنيها. وقبل ما ليزا تتكلم بيطلع الصندوق بنفسه وبيدعي ان هو ما يعرفش حاجة عن المسدس والفلوس وجوازات السفر. فبتعرض ليزا الصور قدامه وبتقوله ان في عميل روسي اتقتل وان وجوده في الفندق في نفس الوقت مستحيل يكون صدفة. وساعتها الخناقة بتكبر وبيقرروا يروحوا للFBI سوا علشان يحققوا مع توم. وبعدها ليزا بتروح لريد وبتطلب منه يقول لها الحقيقة. فبيديها ريد معلومة عن مجرمة اسمها جينا، وبيعرفها ان جينا دي حبيبة توم القديمة وشريكته في الشغل. وفي نفس الوقت ده بيتم التحقيق مع توم، وبيحاول توم يقنع FBI ان هو كان في مقابلة شغل مع مدير مدرسة في كافيه الفندق. ولكن الصدمة بتيجي من ميرا لما بتوريله صورة المديرة الحقيقية وبتطلع شخص تاني خالص غير اللي توم قابله. اما ريد فبيروح لكوبر وبيعرفه بالمعلومات اللي هو قالها ليزا، وبيعرفه كمان ان هي بتدور على واحدة اسمها جينا. وبسرعة زمايل ليزا بيدوروا عليها لحد ما بيوصلوا لمكانها في الفندق، وهناك بيلاقوا جثة موظف في سفارة دولة تانية. وفي وسط الزحمة دي ريز بيقابل جينا وهي بتهرب في الاسانسير، وبتحصل بينهم خناقة جامدة وجينا بتعرف تهرب من ريز. ولحسن الحظ ان تليفونها بيكون واقع منها اثناء الخناقة، ومن خلال التليفون ده الFBI بيربطوا الخيوط ببعضها وبيكتشفوا ان جينا ورا عملية تفجير ضخمة هتحصل في المدينة. وبتشك ليزا في توم اكتر لما بتفتش شقة جينا وبتلاقي صورته هناك، وبتحس ان كل اللي كانت خايفة منه بخصوص جوزها بيتحقق. وفي نفس الوقت في مكان تاني بيوصل ريد لخبير قنابل ألماني، والخبير ده بيعترف وهو سكران ان هو صنع قنبلة وحطها جوه عربية. فبسرعة الFBI بيتتبعوا اشارة تليفون جينا وبيحاصروها. ووقتها ليزا بتدخل معاها في خناقة جامدة، وبتقدر جينا تسيطر على ليزا وبتكون خلاص هتموتها. لكن ريز بيتدخل في اخر لحظة وبيضرب نار على جينا. وبعدها المعلومات بتوصل لهم وبيعرفوا ان شركة شحن هي اللي مأجرة جينا، وده علشان تفجر المينا وتتخلص من شركات الشحن المنافسة. ووقتها ليزا بذكائها بتربط ما بين جثة الدبلوماسي اللي مات في الفندق والجريمة اللي بتحصل، وبتستنتج ان القنبلة مستخبية في شحنة دبلوماسية علشان محدش يفتشها. فبيدوروا في كل الحاويات لحد ما بيلاقوا الشحنة، واللي بتكون عبارة عن عربية تبع السفارة وجواها القنبلة. ولان مفيش وقت علشان يعطلوا القنبلة فبيركب ريس العربية وبيرميها في البحر علشان يقلل من شدة الانفجار. وفي الاخر
جينا بتعترف ان هي اللي قتلت العميل الروسي بأوامر من ريد، والأهم من كده ان هي بتأكد ان هي عمرها ما شافت توم. فبيخرج توم براءة من القضية وبتحضنه ليزا وهي فرحانة، ولكن توم وهو ماشي بيشوف صورة مساعد ريد على لوحة التحقيقات وبيشاور عليه وبيقول ان الراجل ده هو اللي عمل معاه المقابلة الوهمية. وهنا ليزا بتفهم ان ريد هو اللي رتب للجريمة دي علشان يخلص من توم، وكل ده بدافع الغيرة. فبتقرر ليزا ان هي تقطع علاقتها بيه وبتسيبه وبتمشي، ولكن فجأة بيظهر تهديد جديد، وده لان في شخص مجهول بيركب المترو وبيسيب شنطة بيكون فيها غاز سام، والغاز ده بيموت كل الركاب بطريقة بشعة. ووقتها ريد بيتصل بليزا وبيقول لها انه عارف الجاني، فبتروح ليزا علشان تقابله وبتعرف منه ان القاتل اسمه بارن، وبارن ده كان عالم شغال مع الحكومة في اسلحة الدمار الشامل، وحاليا بارن بيبيع موهبته للي يدفع اكتر. ده غير ان هو شغال على فيروس جديد بيموت الناس خلال دقيقتين بس، ولكن بارن محتاج مادة كيميائية معينة ما بتجيش غير من كوبا، وريد هو الوحيد اللي يقدر يوصل للتاجر اللي بيبيع المادة دي. فبيسافر ريد وديمبي على كوبا بسرعة، اما ليزا وريس فبيروحوا يزوروا طليق بارن، وبيعرفوا ان الست دي حياتها اتغيرت تماما وقطعت علاقتها ببارن من سنين، ولكن فجأة بيدخل عليهم ابنها الصغير، وساعتها ليزا بتلمح ان عروق ايده لونها غامق، فبتتأكد ان الولد مصاب بمرض قاتل. وهنا بتكتشف الحقيقة كلها، وبنعرف ان بارن نشر الفيروس لان شركات الادوية رفضت تعالج ابنه، وده بحجة ان المصل اللي بيعالج الفيروس ده مش مربح تجاريا. اليوم ده قرر بارن يقلب العالم كله ويعمل كارثة كبيرة علشان يجبرهم يهتموا بمرض ابنه. وفي الوقت ده بيكون ريد في كوبا وبيلعب لعبة ذكية، وبيقابل هناك تاجر الكيماويات وبيقول له ان هو هيشتري المادة اللي بيدور عليها بارن، وبيقدر يحط جهاز تنصت تحت الترابيزة. وبعدها التاجر بيكلم بارن وبيعرفه ان في مشتري هياخد المادة بسعر اعلى منه، ووقتها ريد بيعرف مكان بارن وبيبلغ ليزا، ولكن بارن بيروح مبنى المحكمة وهو منتحل شخصية واحد من هيئة المحلفين، وبيسيب هناك شنطة الغاز السام وبيهرب. وبتحاول ليزا هي وريس ينقذوا الموقف ويخلوا المبنى، ولكن الغاز بيعمل مجزرة وبيموت فيها اكتر من 20 شخص، وما بيفضلش غير واحدة ست عندها مناعة نادرة ضد الفيروس ده. ولما بارن بيعرف اللي حصل للست دي بيتنكر في زي ممرض وبيدخل للمستشفى وبيقرب منها وبياخد منها عينة، وده على امل ان العينة دي تساعد في تصنيع الدواء لابنه. وبيجي الليل وبارن بيحاول يحقن ابنه بالدواء، ولكن ليزا بترفع عليه السلاح وبتعرفه ان هو لسه ما جربش الدواء اللي معاه، وهي مش هتسمح له ان هو يستخدم ابنه كفار تجارب. ولما بتلاقيه مصمم ينفذ اللي في دماغه بتضربه بالنار وبتخلص عليه. وبعدها ريد بيرجع من كوبا وبيحصل انفجار مرعب لطيارة في السماء، وبتقع حتت من حطام الطيارة دي فوق الناس، ووقتها عملاء الاف في اي بيتحركوا فورا، والتحقيقات بتثبت ان عملية التفجير دي متعمدة وتمت باستخدام مواد مسروقة من مصنع اسمدة. وده بيخلي ريد يدخل على قاعدة البيانات وبيكتشف ان اللي ورا الموضوع ده جماعة تبع جنرال اسمه وولف، وولف ده عاش قصة حزينة جدا بتخليه عاوز ينتقم من الحكومة، وده لان ابوه موت نفسه بعد انهيار شركته. فقرر وولف ينتقم من كل الرموز الاقتصادية في البلد. وفي نفس الوقت ليزا وريس بيكتشفوا ان وولف بيغير ملامحه بعمليات تجميل، وبمساعدة ريد بيوصلوا لجراح تجميل بيتعامل مع المجرمين. وتحت التهديد الجراح بيعترف ان وولف شغال حاليا بهوية جديدة، وفي الوقت ده وولف بيتنكر في زي طيار وبيحط لابتوب مفخخ في شنط الركاب على رحلة متجهة لواشنطن. وفي اللحظة دي ليزا بتجيلها مكالمة من توم وبيبلغها ان ابوها سام بيموت بمرض السرطان، وبتتحمل ليزا على نفسها في الموقف الصعب ده وبتقرر ان هي تكمل مهمتها. وبعدها بتروح تطمن على ابوها، وللأسف بيوصلوا متأخرين عند الطيارة اللي بتنفجر قدامهم. ولما بيرجعوا للمقر الرئيسي ليزا ما بيكونش فارق معاها وولف، وكل اللي بتكون عايزاه ان هي تشوف ابوها، ولكن كل رحلات الطيران بتقف بسبب التفجير اللي حصل. وساعتها وولف بينشر فيديو وبيهدد فيه كل رجال الاعمال بالفوضى
الفوضى، والمحللين وقتها بيكتشفوا ان وولف مأجر مخزن في مكان معين. وفي نفس الوقت ده سام بيفوق وبيلاقي ريد قاعد جنبه، وبيبدأوا يتكلموا عن الماضي اللي بينهم، وبيتضح ان الاتنين كانوا زمايل في الجيش، وان سام اتبنى ليزا وهي طفلة عمرها 4 سنين بس. وبيكون سام عاوز يقول معلومات عن ابو ليزا الحقيقي، ولكن ريد بيمنعه وبيطلب منه يحتفظ بالسر ده لنفسه. فبيطلب منه سام ان هو يخلصه من عذابه، فبيحط ريد المخدة على وشه وبيكتم نفسه وبيموته. وفي الوقت ده بنروح لمخزن وولف، وبنشوف ريس وليزا وهم بيلاقوا ورق مزور كتير، ومن خلال الورق ده بيفهموا ان وولف نفذ تفجير الطيارة علشان يعطل رحلات نقل الفلوس، ويجبر رجال الاعمال والبنوك ان هم ينقلوا فلوسهم بالعربيات. وده معناه ان وولف بيخطط للهجوم على العربيات دي، وفعلا بيتنكر وولف في هيئة سواق وبيسرق عربية منهم، ولكن أنظمة التتبع بتحدد مكانه بسرعة، والمطاردة بتبدأ، وبيقدروا رجالة ال FBI يحاصروا عربية الفلوس في شارع ضيق. وساعتها رجالة وولف بيضربوا نار عليهم، أما وولف فبيسحب رزم الفلوس وبيرميها وسط الناس في الشارع وبيفجرها بقنبلة، والفلوس بتقع على الناس من السما وكلهم بيجروا يلموها. وفي وسط الفوضى دي وولف بياخد هارد ديسك من عربية الفلوس وبيختفي، وبنعرف ان الهارد ده عليه برنامج لطباعة فلوس من فئة $100، ولو البرنامج ده اتكشف فأي حد هيقدر يطبع فلوس بكميات كبيرة. وساعتها ال FBI بيراقبوا كل طرق الهروب اللي ممكن يهرب منها وولف. اما ليزا فبتشك في ريد، وده لان ريد بيستخدم طيارته الخاصة على الرغم من حظر الطيران، فبتكلمه وبتسأله عن المطارات الخاصة اللي لسه شغالة. ولما بيعرف ريد ان هي عاوزة تقبض على وولف قبل ما يستخدم الهارد بيقرر ان هو يطارده بنفسه. واول ما وولف بيوصل المطار بيلاقي ريد مستنيه هناك، وساعتها ديمبي بيسيطر على وولف، وريد بياخد منه الهارد وبيسيبه وبيمشي. وبعدها ريد بيبلغ ليزا بمكان وولف، وبتقدر هي وريس يحاصروه وبيقبضوا عليه. وهنا القضية بتتقفل، ولكن الجرح اللي في قلب ليزا بيكون لسه مفتوح، وده بسبب حزنها على ابوها اللي بيموت. ووقتها قرار حظر الطيران بيتلغي، وبتقرر ليزا ان هي تسافر علشان تطمن على ابوها، ولكن للاسف بيكون الوقت فات وابوها بيكون خلاص مات. وطبعا مفيش حد يعرف ان ريد هو اللي موت سام، والكل بيكون فاكر ان الوفاة طبيعية. وفي الوقت ده ريد بياخد الاذن علشان يدخل على قاعدة البيانات الجنائية، وبيستخدم كود معين، وبيلاقي ملف عن واحدة اسمها لوسي. وبعد جنازة سام ليزا بتروح تقابل ريد، وبتقوله ان ال FBI اكتشفوا ان الهارد طلع مزيف، وده بيخلي ليزا تشك ان ريد هو اللي معاه الهارد الحقيقي. وهنا ريد ولا بيأكد ولا بينفي الكلام ده، وبيغير الموضوع وبيقعد مع ليزا وبيسمع كلامها عن سام وبيشاركها احزانها. وبعدها ريد بيسافر لألمانيا وبيكون قاعد مع اصحابه القدام في الحانة، وساعتها بيفاجئوا ريس وبيقوله ان ليزا اتقبض عليها ومحتاجة مساعدته فورا. فبيقلق ريد وبيرجع واشنطن بسرعة، وبيتفاجئ اول ما بيوصل مركز ال FBI ان ليزا ما حصلهاش حاجة، وبيفهم ان ال FBI استدرجوه علشان يحموه من تهديد على حياته. وبيعرف ريد ان في معلومات بتقول ان واحد اسمه جاريك ناوي يصفيه، فبيضحك ريد بسخرية لانه عارف ان جاريك هو اللي سرب المعلومات دي بنفسه، وده علشان يخلي ال FBI يحبسه ريد ويقدر يوصله. وكل ده معناه ان جاريك معاه خاين من جوه ال FBI وبيساعده. وبنعرف كمان ان ريد وجاريك بينهم قصة قديمة، لان ريد ضرب جاريك بالنار في وشه من 5 سنين، ودلوقتي جاريك راجع علشان ياخد حقه. وفي الوقت ده عربية القمامة بتدخل مقر ال FBI، وبيبدأ الحراس يفتشوها وما بيعرفوش ان جاريك مثبت السواق بالسلاح. وفي نفس اللحظة دي بتوصل ليزا وبتتحشر جوه الاسانسير، وده لان رجال جاريك سيطروا على الكهرباء والاتصالات في المبنى. وخلال دقيقة بيكون المبنى معزول تماما عن العالم الخارجي. وبعدها رجالة جاريك بيتقسموا مجموعات وبيصفوا اي حد يقابلهم في طريقهم. فبيطلب ريد من ريس ان هو يفك الكلبشات علشان يحميهم، وقبل ما ريس يعمل كده بيوصلوا المرتزقة لمكانهم، وبتبدأ بينهم معركة ضرب نار، وبيتصاب ريس بطلقة وبيقع على الارض. فبيستغل ريد الفرصة دي وبياخد مفتاح الكلبشات وبيحرر نفسه. وبيظهر ان ليزا سمعت صوت ضرب النار وهي في الاسانسير، فبتقلع جزمتها وبتفتح فتحة السقف وبتحاول تطلع. اما ريد فبيسحب ريس وبيدخله جوه الزنزانة، لان الازاز بتاعها بيكون
بيكون مضاد للرصاص. واخيرا بيظهر جارك بوشه المشوه قدام الزنزانة، وبيعرف ان الزنزانة دي ما بتتفتحش غير ببصمة ايده وكود سري، وده بيسمح لريد ان هو يعالج ريس اللي عمال ينزف. وفي الوقت ده كوبر وزمايله بيشتبكوا مع المرتزقة، ولكن المرتزقة بيهزموهم وبياخدوهم اسرى. وبتقدر ليزا تخرج من الاسانسير وبتشوف زمايلها ميتين على الارض، فبتاخد جهاز لاسلكي علشان تتكلم مع كوبر. وبتسمع في اللاسلكي ان جارك بيبعت ناس تجيب متفجرات، فبتستناهم وبتصفيهم واحد ورا التاني. وساعتها جارك بيكتشف ان في حد بيخرب شغله، فبيروح لكوبر وبيأمره ان هو يفتح الزنزانة فورا، ولكن كوبر بيرفض. فبيمسك جارك مساعدة ريد اللي اسمها لولي، وبيثبت السلاح في دماغها وبيهدد بقتلها لو الباب ما اتفتحش خلال 10 ثواني. ومع ذلك كوبر بيفضل رافض ان هو يضحي بريد ويسلمه لجارك، فبيضرب جارك لولي بالنار وبيخلص عليها. وهنا بيقف ريد وهو هينفجر من الغضب بسبب اللي حصل قدامه. وبعدها بيدخل عليهم رجالة جارك ومعاهم ليزا وزميلها اللي اسمه ارام. واول ما ريد بيشوف ليزا اتقبض عليها الدنيا بتسود في عينيه، وجارك بذكائه بيلمح رد فعل ريد وبيفهم ان البنت دي هي نقطة ضعف ريد الوحيدة، فبيبدأ يضغط عليه وبيهدده بقتلها علشان يفتح الزنزانة فورا. وما بيقدرش ريد يتحمل المنظر، وبيفوق ريس علشان ياخد منه الكود. وهنا ريس بيضطر يدي الكود لريد والباب بيتفتح اخيرا. وبعدها جارك بياخد ريد وليزا معاه، وفي اللحظة دي قوات ال FBI بتقتحم المكان، ولكن المرتزقة بينسحبوا بخطة مدروسة وبيهربوا كلهم برا المبنى. ووقتها جارك بيوصل لسيارة اسعاف كانت مستنياه، ولكن ديمبي بيروح وراهم وبيطارد الاسعاف لوحده. وجوه الاسعاف بيأمر جارك الدكتورة ان هي تشيل شريحة التتبع من رقبة ريد. وهنا ريد بيتكلم بالشفرة وبيقول على عنوان فندق معين، والفندق ده موجود فيه واحدة اسمها كابلن. وبسرعة بتفهم ليزا الاشارة وبتمسك جهاز الصدمات وبتكهرب الحارس، وبعدها بتضرب السواق بالنار وبتعمل فوضى كبيرة في العربية. وقبل ما حد يلمسها بتفتح الباب وبتنط في الشارع وبتهرب منهم بسرعة. وبعدها ريد بيكون اختفى، ومديرة ال FBI بتتخانق مع كوبر وزمايله، وده لان الهجوم معناه ان في خاين جوه ال FBI سرب مكان المركز السري. وبتقرر المديرة ان هي توقف البحث عن ريد وتركز على كشف الخاين اللي بينهم، ولكن ليزا بتخالف التعليمات وبتقرر ان هي تنقذ ريد مهما حصل. وبتبدأ تدور على كابلن اللي ريد نطق اسمها قبل ما يتخطف، ومن خلال عمليات البحث بتعرف ان في تليفون بيبعت اشارات كل لما ريد يوصل لمكان مختلف، والتليفون ده مكانه في البيت اللي قدام بيت ليزا بالظبط. فبتقتحم ليزا البيت ده بسرعة وبتكتشف ان هو متجهز بالكامل لمراقبتها. واثناء ما هي بتفتش بتحس بمسدس على دماغها، فبتلف بسرعة وبتضرب ايد الشخص اللي وراها وبتخلص عليه. وفجأة بتظهر في المكان واحدة ست وبنعرف ان هي كابلن، وبيبان ان كابلن محترفة في تنظيف مسرح الجريمة. وبعدها بيلاقوا مفاتيح عربية الراجل اللي مات، ومن خلال نظام الGPS بيعرفوا اماكن تحركات جارك ورجالته. وفي الوقت ده في مكان تاني بيظهر الزعيم اللي بيحرك الخيوط كلها قدام ريد، وبيتضح ان هو عضو في الكونجرس وان في علاقة قديمة بينهم من اكتر من 20 سنة. وبيبان وقتها ان ريد عنده سر خطير مخلي الزعيم ده مش قادر يقتله، وبيعرفوا ان اللي حصل ده مجرد رسالة تهديد بان هو يقدر يوصل له في اي مكان وفي اي وقت. وبعدها الزعيم بيؤمر جارك ان هو يحرر ريد وبيسيبه وبيمشي، ولكن جارك بيرفض وبيكون عاوز يتخلص من ريد. وفجأة هنا ريد بيطلع آلة حادة وبيطعن جارك وبيخلص عليه. ولما رجالة ال FBI بيوصلوا ما بيلاقوش غير جثة جارك، اما ريد فبيكون اختفى وما بيكونش ليه اي اثر. وبعد اللي حصل ده توم بيطلب من ليزا تسيب شغلها في ال FBI، وده لان هو قلقان وخايف عليها، لكن هي بترفض طلبه. فبيهددها توم ان هو هيمشي ويسيب المدينة. واثناء ما ليزا غرقانة في همومها ريد بيكلمها وبيطمنها ان هو بخير، وبيقول لها ان هو لازم يدور على الخاين اللي تسبب في كل ده. وساعتها ليزا بتسأله عن السؤال اللي كانت حبساه جواها، وبتكون شاكة ان ريد هو ابوها الحقيقي وعلشان كده بيحميها. فبيسكت ريد وبيفضل يفكر شوية، وبعدها بينكر ان هو ابوها وبينهي المكالمة. وفي الوقت ده في جنازة لولي ريد بيبان عليه الحزن، وبيقرر ان هو ينتقم لموتها. فبيبدأ يطارد كل اللي ساعده
يساعده في عملية خطفه، وبيروح للدكتورة اللي شالت من جسمه الشريحة في عربية الإسعاف، وبعدها بيوصل للراجل اللي كان بيراقب ليزا من البيت اللي قدامها. ورغم انهم بيأكدوا لريد ان هم بينفذوا الأوامر وما يعرفوش زعيم العصابة إلا انه بيخلص عليهم. وبعدها ريد بيوصل لمعلومة مهمة، وهي ان الفلوس اللي اتدفعت لعملية خطفه طالعة من بنك العاصمة. فبيروح لمدير البنك ده وبيهدده وبيضغط عليه علشان ينطق باسم الخاين الحقيقي واللي هو نيوتن مساعد ريد. فبيتصدم ريد من كلامه لان نيوتن اقرب واحد ليه، ولما بيواجهه بيعترف نيوتن بخيانته وبيقول ان هو عمل كده بدافع الخوف على اهله، وده لان الزعيم هدده بانه هيخلص عليهم كلهم. وبيطلب نيوتن من ريد ان هو يموته ويخلي العملية تبان حادثة علشان اهله يعيشوا. فبيوافق ريد وبيخلص عليه وبيرمي جثته في المية. وبعدها ريد بيقابل ليزا في بيتها وبيحكي لها على كل اللي حصل، وبيقول لها ان نيوتن ما كانش لوحده، وان كل اللي حصل وراه سياسيين كبار وهم اللي بيحركوا العملية كلها. وده بيأكد ان في جاسوس رفيع المستوى في FBI. وبعدها ريد بيجمع فريق من الهاكرز، وده علشان يعرفوا له مين اللي خانوا جوه FBI. وبيكون ريد مصمم يوصل للخاين ده بأي تمن، لدرجة انه بيخلي فريقه يلموا الزبالة اللي حوالين المبنى ويعيدوا تجميع الورق المفروم حتة حتة. وبعدها ريد بيروح كنيسة وبيجيب معلومات عن واحدة اسمها لوسي، وما بيكونش لسه واضح هو ليه بيدور عليها. وبعد شوية وقت فريق الهاكرز بيحولوا كل الورق المفروم لنسخ ديجيتال على الكمبيوتر، وبيستخدموا برامج تحليل صور متطورة علشان يرجعوا شكل المستندات الأصلية. وساعتها بيوصلوا لأوراق عليها توقيع ميرا، والأوراق دي متسربة لجهة حكومية فيها تفاصيل كل تحركات ريد، وده بيخلي الشكوك تحوم حوالين ميرا ان هي الجاسوسة. وفي الوقت ده لوسي اللي ريد بيدور عليها بتبدأ تنفذ خطتها، وبنعرف ان هدفها هو توم جوز ليزا. وفي نفس الوقت ده ليزا بتكون مع توم في اجتماع للآباء اللي عاوزين يتبنوا أطفال. وبعد الاجتماع توم وليزا بيتخانقوا سوا بسبب موضوع شغلها، وبيكون توم عاوزها تسيب شغلها في FBI وتشوف حاجة أمان، ولكن ليزا بترفض لتاني مرة. وهنا لوسي بتظهر قدامهم وبتقول لهم ان هي جاية علشان تتبنى طفل هي كمان. وبتلاحظ وقتها الخناقة اللي ما بين ليزا وتوم، وبتقرر ان هي تلعب على النقطة دي. وبعدها ليزا بتمشي من المكان وهي متضايقة، وتوم بيكون حزين ومحبط. فبتستغل لوسي الفرصة وبتقرب من توم. وبعدها ريد بيروح لميرا وبيرفع السلاح في وشها، وبيكون مستعد يخلص عليها لان الخيانة عنده ملهاش حل تاني. ولكن ميرا بتدافع عن نفسها وبتصمم ان هي بريئة، وبتقوله ان الاوراق اللي مضت عليها اوراق روتينية رؤسائها بيبعتوها علشان تمضيها. وهنا ريد بيصدقها وبيطلب منها تجيب له دليل على كلامها. وبعد كام يوم ميرا بتقابل ريد وبتديله مستندات بتثبت براءتها، وبتقوله ان في حد زود صفحات على الورق اللي هي مضت عليه. ومن هنا ريد بيعرف الاسم اللي بيدوروا عليه جوه FBI. وبالليل بتكون مديرة FBI بتسمع مزيكا في بيتها، وفجأة بتلاقي ريد قدامها وبيقول لها ان التوقيع الاخير على الاوراق هو توقعها هي، وده معناه ان هي اللي كانت بتسرب معلوماته لعضو الكونجرس. وبيرفض ريد يسمع منها اي كلام وبيخلص عليها. وبالنسبة لتوم فبعد ما قضى كام يوم مع لوسي بيبدأ يتعلق بيها لدرجة ان هو بيكون خلاص هيخون ليزا معاها. ولكن في اخر لحظة بيتراجع وبيعترف للوسي انه بيحب مراته. وفجأة لوسي بتضحك وبتتريق عليه وبتقوله ان ليزا مش مراته. وبنعرف هنا ان توم عميل سري وبعتها منظمة إجرامية علشان يتقرب من ليزا. وفي اليوم اللي بعده توم بيقابل لوسي في مكان سري، ووقتها لوسي بتقوله ان المنظمة بعتتها علشان تقيم الوضع، وان في احتمال ان ريد يكون عارف حقيقة توم الأول. وأثناء ما هم خارجين بيكون في واحد تبع ريد بيراقبهم وبيصورهم في السر. وبعدها الشخص ده بيحاول يقبض على لوسي، ولكن توم بيفاجئه وبيسيطر عليه وبيربطه في الكرسي. وبيتخانق توم مع لوسي لان هي السبب في
بان هويته اتكشفت، وبيهجم عليها بشكل مفاجئ وبيموتها، وبعدها بيضرب الشخص ده بالنار وبيخلص عليه. وفي اليوم اللي بعده كابلن بتقدر توصل لجثة لوسي والمحقق، وهنا ريد بيطلب من كابلن ان هي تبلغ الشرطة عن الجثث علشان يلاقوهم. وبعدها الشرطة بتروح تستجوب ليزا وتوم لان لوسي كانت صاحبتهم. ووقتها ليزا بتقرر ان هي تحقق في الموضوع بنفسها، وبتطلب من زميلها ارام ان هو يراقب مكالمات لوسي. وبيكتشف ارام ان اخر مكان كانت فيه لوسي هو مخزن في اطراف المدينة، فبتروح ليزا على هناك لوحدها وهي مش عارفة ان ده مركز عمليات توم السري. وقبل ما تدخل بتكلم توم وبتحكي له اللي عرفته، وساعتها توم بيكون جوه المخزن فبيلم كل اوراقه وبيحرقها بسرعة في الزبالة. وبعدها ليزا بتفتح القفل وبتدخل وبتلاقي اجهزة تجسس ومراقبة، فبتطلع سلاحها وبتدخل الجزء الخلفي وبتشوف الورق وهو بيتحرق. وهنا توم بيطلع لها من ورا الباب وبيوقعها على الارض وبيهرب بسرعة قبل ما تشوف وشه. ولما ريد بيعرف بيقول لليزا ان هو حذرها قبل كده من توم وان هي ما سمعتش كلامه، ولكن ليزا بتكابر وبتقول ان مفيش دليل ضد توم. ولما بترجع البيت توم بيستقبلها بحنية وبمعاملة لطيفة، وبعدها بتبص ليزا في صور الادلة اللي زميلها بعتها لها من المخزن، وبتتصدم لما بتشوف في سلة الزبالة دمية صغيرة كانت مدياها لتوم هدية زمان. وهنا ليزا بتفهم اخيرا ان توم هو اللي كان في المخزن، فبتروح لريد وهي منهارة، فبينصحها ان هي تكمل تمثيل وكأن هي ما عرفتش حاجة لحد ما يمسكوا على توم دليل إدانة قوي. وتاني يوم ريد بيكلم ليزا وبيقول لها ان توم ما راحش المدرسة النهاردة، وبيديها العنوان اللي بيراقب منه تحركات توم. وفي اللحظة دي توم بيكون قاعد في الجنينة وبيقرا الجريدة، وبعد شوية بيقوم وبيروح على المتحف. ووقتها ليزا بتكون عايزة تمشي وراه، ولكن ريد بيطلب منها تهدى وبيعرفها ان رجالته مراقبين توم كويس، ولكن فكرة ان توم جاسوس بتصدم ليزا وبتخلي مشاعرها تغلبها، فبتتجاهل كلام ريد وبتنزل من العربية وبتمشي ورا توم لحد المتحف. وهناك بتشوف توم وهو واقف مع راجل غريب، والراجل ده اول ما بيلمح كاميرات المراقبة بينهي المقابلة فورا. وهنا ريد بيقدر يلقط صورة لوشه ولوحة عربيته. وبالليل ليزا بترجع البيت وما بتكونش عارفة تتصرف ازاي قدام توم، ووقتها توم بيقول لها ان هو شاف واحدة شبهها في المتحف، ومن خلال رد فعلها بيفهم ان هو اتكشف، فبيخرج من البيت بحجة ان هو هيتمشى شوية. واول ما بيخرج بيكسر تليفونه وبيستخدم تليفون عمومي علشان يكلم القيادة بتاعته، وساعتها بياخد اوامر بالتوجه لنقطة الخروج علشان يهرب برا البلد. اما ليزا فبتروح لريد وبتقول له ان توم اختفى، فبيصدمها ريد بالحقيقة وبيقول لها ان شخصية توم ملهاش وجود اصلا، وكل اللي هي عاشته كان مجرد مهمة توم بيأديها. ووقتها ليزا بتتحطم تماما وما بتكونش قادرة تصدق ان الراجل اللي كانت هتبني حياتها معاه طلع كذبة كبيرة. ولكن ريد بيطمنها ان الوقت كفيل بانه يداوي حزنها، وبيأكد لها ان توم مش هيعرف يهرب. وبعدها ريد بيستخدم نمرة العربية وبيوصل لصاحبها، وبيتضح ان هو موظف في الجامعة كان بيوصل ايميلات وطرود مجهولة لتوم، والراجل بيأكد ان هو مجرد عامل توصيل مش اكتر، وما يعرفش توم ولا الراجل اللي بعتله الحاجة. فبيجبروا ريد ان هو يحدد اماكن توصيل اخر 3 طرود. وبعدها ريد بيبعت رجالته وبيلاقوا مستودع مهجور متراقب بحراس وكاميرات كتير، وبيعرفوا ان توم دخل هناك من 4 ساعات وما خرجش. وبعدها بيظهر راجل متشرد بيقلب في الزبالة قدام المستودع والحراس بيطردوه، ولكن في الحقيقة ان المتشرد ده واحد من المرتزقة اللي تبع ريد. وبعدها فريقه بيهجم فورا على المستودع وبيجبروا توم ورجالته ان هم يهربوا من الباب الخلفي، وهناك بيلاقي كمين مستنيهم. وفي الاخر توم بيتحاصر وبيضطر ان هو يستسلم. ولما ليزا بترجع البيت بتتصدم لما بتلاقي المرتزقة ومعاهم توم، وبيعرفوها ان دي هدية من ريد. وبعد ما رجالة ريد بيمشوا ليزا بتواجه توم وبتسأله مين اللي بعته يتجسس عليها، وفجأة توم بيعمل حركة مجنونة وبيكسر صباعه علشان يحرر نفسه، وبيقدر ان هو يسيطر على ليزا وياخد السلاح منها، وبيجبرها ان هي تربط نفسها في ترابزين السلم. وقبل ما يهرب بيقول لها تروح تفتح الخزنة اللي في البنك. وتاني يوم ليزا بتفتح الخزنة وبتلاقي صور لريد وهو في المستشفى يوم وفاة ابوها، فبتروح لريد وبتطلب منه الحقيقة. فبيعترف ريد ان هو ساعد صاحبه القديم ان هو يموت علشان ينهي معاناته، فبتتضايق ليزا منه
بتسيبه وبتمشي، وبعدها بتبلغ ال FBI ان توم جاسوس. وفي نفس الوقت وزارة الخارجية بتبعت موظف علشان يقابل كوبر، وبيتضح ان هم عارفين ان ال FBI بيتعاونوا مع ريد علشان يقبضوا على المجرمين. وفي الاول الموضوع كان مفيد ليهم، ولكن بعد اختفاء مديرة ال FBI الموضوع اتغير، وبيتبلغ كوبر ان اول ما القضية الاخيرة تتحل لازم يقبضوا على ريد فورا. وفي الوقت ده ريس وليزا بيكونوا شغالين في القضية الاخيرة، وبيهجموا على بيت واحد اسمه جيل، وبيلاقوا معلومات مرعبة عن فيروس خطير. واثناء التحقيق بيشرب جيل من كوباية مية وفجأة بيبدأ ينزف، وهنا ليزا بتقوله ان هي حطت له الفيروس في المية، وبتهدده ان هو لازم يعترف والا هتسيبه يموت. فبينهار جيل وبيعترف ان هو حط الفيروس ل5 اشخاص في المطار، وده علشان يجبرهم ينفذوا عملية معينة. والخمسة دول هم كهربائي وعامل نظافة ومراقب طيران وسواق عربية وطيار. والعملية دي كان هدفها تهريب مسجون خطير اسمه برلين اثناء عملية نقله من روسيا لامريكا. فبتتصدم ليزا لما بتسمع الاسم، لان ريد قال لها قبل كده ان برلين ده بيدور وراه وان هو عاوز يخلص عليه. وفي نفس الوقت ده ال5 اشخاص بيبدأوا ينفذوا الخطة من غير ما حد فيهم يعرف التاني. وبيفتح عامل النظافة غرفة التحكم، والكهربائي بيقطع اتصالات الامن، والسواق بيدخل المطار بعربية فيها مسلحين بيسيطروا على المكان. اما مراقب الطيران فبيطفي الرادار وبيوجه طيارة المساجين علشان تنزل، وساعتها الطيار بيخلص على الضباط اللي جوه الطيارة. وفي نفس اللحظة الشرطة بتوصل والمسلحين بيقرروا ان هم ينسحبوا، وقبل ما يمشوا بيقتلوا مراقب الطيران وسواق العربية وبيهربوا. ووقتها الطيار بياخد اوامر ان هو ما ينزلش، وبيضطر يطير بالطيارة لمكان مجهول. وفي الوقت ده ليزا بتروح لريد وبتقول له ان الهجوم بدأ، وبتطلب منه يختفي، وده لان برلين ووزارة الخارجية عاوزين يخلصوا منه. ولكن ريد بيرفض وبيطلع مسدسه وبيهدد ليزا، وده علشان يتقبض عليه، وفي نفس الوقت يبعد عنها الشكوك تماما. وفي الوقت ده قوات الدفاع الجوي بيبعتوا طيارتين وبيهددوا طيارة المساجين، ولكن الطيار بياخد اوامر ان هو يتجاهل التحذير، والاوامر دي بتجيله من مسجون مغطي وشه جوه الطيارة. فالطيارات بتضرب صواريخ وبيصيبوا جناح الطيارة، وساعتها الطيارة بتقع قريب من نهر. وبعدها ال FBI بيحققوا مع المساجين اللي فضلوا عايشين، وكلهم بيجيبوا سيرة المسجون اللي مخبي وشه، وبيقولوا ان الراجل ده كان مربوط في حارس طول الرحلة، ولما الطيارة انضربت ومعرفش ياخد المفاتيح قطع دراع الحارس علشان يهرب ويختفي. والحارس اللي دراعه اتقطع بيكون لسه عايش وفي المستشفى. وفي الوقت ده في مكان تاني بيكون في راجل اصلع مستني توم، واول ما توم بيوصل بيديله ورقة وبيكون فيها اسماء 5 من عملاء ال FBI، وبيظهر ان في اوامر من برلين بقتل ال5 كلهم. وبنروح في الوقت ده لريد اللي بيقدر ان هو يهرب اثناء نقله لمكان امن، وبعدها بيقتحم بيت السفير الروسي علشان يعرف منه معلومات عن برلين. ولما السفير بيرفض يتكلم بيطعنوا في رجله وبيجبره يعترف. وتاني يوم رجالة ال FBI بيزوروا الحارس اللي دراعه اتقطع، وبيقول لهم ان برلين كان جاسوس للمخابرات الروسية، ولكن الامريكان كشفوه وخلصوا على بنته. وبعدها برلين اختفى علشان يبدأ رحلة انتقامه. وفي نفس الوقت ريد بيوصل لمكان الراجل الأصلع وبيقدر يسيطر عليه وبيربطه في كرسي. وساعتها الراجل ده بيقوله ان هم بيراقبوه من سنين طويلة، وكانوا فاكرين ان هو ملوش نقطة ضعف لحد ما اكتشفوا ليزا، وعلشان كده زرعوا توم في حياة ليزا علشان يضعفوا قوة ريد بالتدريج. وفي اللحظة دي بيدخل عليهم توم وهو واخد ليزا رهينة، وبيطلب من ريد ينزل سلاحه، ولكن ريد بيتحرك بسرعة وبيقتل الراجل الأصلع وبيقرب من توم، فبيضربوا توم بالنار وبيصيبه. وساعتها ليزا بتقاوم بكل قوتها وبتخرج رصاصها بالغلط وبتيجي في بطن توم. وهنا ريد بيكون عاوز يخلص على توم، ولكن ليزا بتمنعه وبتطلب منه يمشي. وقبل ما توم يموت بيهمس بحاجة في ودن ليزا، والحاجة دي بتخليها في حالة صدمة. وبعدها تقارير الطب الشرعي بتكشف ان هم لقوا جثة الحارس اللي كان جوه الطيارة. وهنا الكل بيفهم
بيفهم ان الراجل اللي في المستشفى هو برلين نفسه، وان هو اللي قطع ايده علشان يتنكر في هيئة الحارس لانه كان عارف ان الطيارة هتقع. فبسرعة رجالة الاف بي اي بيروحوا على المستشفى، ولكن برلين بيكون اختفى. وفي الوقت ده برلين بيكون قاعد في مكان امن وبيطلع ساعة من جيبه وبيكون فيها صورة بنته، وفي نفس الوقت ريد بيكون في الفندق وبيكون معاه نفس الصورة، وما بيكونش واضح ليه هما الاتنين معاهم نفس الصورة. وبيخلص الموسم الاول من المسلسل.